السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ صباح الخير عليكم. الصباح هذا صباح الخير عليكم، صباح الخير والتيسير والرزق الكثير. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنيين ناشطين ماشطين كلشي مزيان؟ ايوا نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ايوا هانتوما بديت لكم بالفطير. كنت مشيت انا وبنتي كانت دارت التحاليل وقلت لها يلا بنيتي نفطروا في قهوه. اي والله يشافيها ويشافي كل من هو مريض، الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. ايوا من بعد مشينا تقدينا التقليه، تقليه مراكشيه بالحم الراس. ما فيهاش البصله، هانتوما شوفوا كي خاطره. انا كنت كندير فيها البصله، قلت لها هاد المره ما غنديرش فيها البصله، غندير على الطريقه المراكشيه. هانتوما تبارك الله كيف جات خاطره معلكه، ولا يني اللي كيتشكى من الزفوره ديال التقليه. فطريقه الغسيل هي الحل، فما عليكم الا تكرطوها، تقووا على الماء سخون وتكرطوها وتضربوها لها بواحد السلقه. هانتوما راه خليتها طروفه كبار كما هي، كما كرطتها غسلتها صافي درتها في هاد الكوكوط هادي كتسلق. هانتوما كلشي كيتسلق، الريه، طريفات اللحم الراس، كلشي كيتسلق صافي. وغادا نحيدها من هاد الماء هذا وغادا نبردها بالماء بارد، لحقاش راه ميمكنش تقطعوها وهي سخونه. كتبردوها صافي وكتقطعوها طريفات، ملي كتسلق كتولي ساهله في التقطاع. ها انتما تقليه مخلطه، الكنبس، الريه، الكرشه، المصران، البورو. يعني مخلطه. هذه هي التقليه اللي كتجي بنينه. شويه ديال عين الدواره، الشحمه ديال عين الدواره اللي فالوا ليسات، وواحد نص كيلو ديال لحم الراس. هانتوما لحم الراس كيعطي ديك التعليكه. هي التقليه كتجي معلكه، ولكن لحم الراس كيعطيها واحد الاضافه غير ما نقولش لكم، كتجي واحد الاضافه اكثر من رائعه. صافي نبداو على بركه الله. من بعد ما غسلناها وكرطناها وسلقناها وقطعناها وشللناها بميها نقيه، نتوما راه كتبان لكم نقيه تبارك الله كتشعل. صافي غنبداو نصبوها ان شاء الله. نصيب اش فيه، درت واحد شويه ديال زيت الروميه. سمحوا لي راه كاين شي صداع ديال الموطور ولا شي حاجه، راكم عارفين كيكون الشراج مقرب على الزنقه اللي داز غيتسمع. المهم واحد شويه زيت الروميه، واحد القبيطه ديال القزبر معدنوس، واحد الكركوبه تبارك الله ديال الثومه، يعني واحد الكميه مهمه ديال الثومه. كنشد الثومه كنطحنها مع الماء مزيان، كنديرها في الكاس ديال العصير كنطحنها مع الماء مزيان. عاد كنزيد الربيع، القزبر والمعدنوس كنضربهم دويره خفيفه باش ما يوليش حتى هو ما الربيع يبقى باين شويه. كنطحن الثوميه الاولى عاد نزيد القزبر والمعدنوس صافي وتنخويهم هكايا على التقليه. ونبداو نزيدو ان شاء الله العطريه. فالتقليه ديال هذا النهار فدايه تبارك الله جات بنينه زايده نغزه ما نقولش لكم. درت فيها الزعفران شعره، درت فيها العطريه ديال اللحم، فتبارك الله ما نقول لكمش كي جات. فبالنسبه لكيلو ونص ديال التقليه، كيلو ديال هذا كيلو ديال التقليه ونص كيلو د اللحم الراس هي كيلو ونص. درت معلقه صغيره من كل حاجه، سكينجبير، الخرقوم البلدي، مهم معلقه هكايا الله يجعل البركه، معلقه مقوبه، معلقه صغيره من سكينجبير والخرقوم البلدي، ونص معلقه د البزار، قل كاع من نص معلقه د البزار، لحقاش غنضيفوا الهريسه. فملي كنكونوا دايرين الهريسه نردوا البال، هذا الشيء اللي كاين. صافي والتحميره حتى هي معلقه صغيره. الكمون غير نص معلقه، ما نكثروش بزاف من الكمون، غير نص معلقه راه كافيه. والقزبر البلدي حتى هو نص معلقه راه كافيه. والعطريه ديال اللحم اللي مهمه هي شي زغيبات ديال هي ديال العطريه ديال اللحم، نص معلقه راه عطات واحد الفرق، واحد اللذه ما نقول لكمش. والقزبر حتى هو الحبوب مطحون حتى هو كيهرس الجهد التقليه، نص معلقه راه كافيه حتى هي ديال القزبر. واش غنقول لكم وتخليوها تشحر. المليحه راه نسيت ما درتهاش، ولكن ملي تفكرت راه زدتها. حاولوا ما ديروش الملحه بزاف لاننا غنديروا حامضه على قدها غنديروها في التقليه باش تجينا محمضه وبنينه.
وكندير غير واحد شويه ديال مطيشه الحك، كندير معلقه صغيره ديال مطيشه الحك ونص معلقه ديال الهريسه. هاد الهريسه راه عندي حاره يا البنات ما نعاودش ليكم، واللي مجربه طريقتي في التقليه راه عارفه كي كتجي. مهم الغسيل مزيان وتكرط مزيان وتنقى مزيان وتسلق وتعاود تغسل، وعاد باش ديروها دابا تشحر وتشحر عاود شويه واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه، تشحر مزيان هكايا. عاد باش بلوا عليها يعني ديروا الرو سدوا عليها وخليوها، ما تبقاوش تحلوا عليها، سدوا عليها واحد الساعه ونص هي قليله. ايوا واحد شويه ديال الزغيبه الزعفران راه ديال تاليوين. انا ملي يكون عندي الزعفران موجود ما كنديرش ليه العاسقه، كنبقى نديرو كاع الوصفات. هاد الدجاج هاد اللحم هادي كاع الحاجه اللي تحتاج الزعفران كنتهلا فيها الرفيسه كلشي. والله العظيم داك النهار درت هادي المقارونيه بالحلبه والعدس وهذا والفول وعرفتي، ودرت فيها شويه المساخن، السمن، شويه الزعفران. راه ما نقولش لكم كي جات والله الا بلا دجاج بلا حتى شي حاجه، وجات لذيذه لذيذه ما نقولش لكم. بالنسبه لهاد البرد دابا تبارك الله دخل البرد شويه قاصح، فبحال هاد الوصفات زوينين هكا الواحد يديرهم في العشيه ويديرهم حتى في الغداء، علاش لا. ايوا هادشي اللي كاين. صافي درنا العطريه ديالنا، درنا الزعفران واخر حاجه ضفتها، والملحه حتى درتها غير شويه لحقاش قلت لكم رانا مازال غنزيد حامضه وغنزيد الزيتون احمر حتى هما راه تيكون فيهم واحد الكميه ديال الملحه. فنردوا البال من الملوحه، اللهم تكون ناقصه ملحه ونزيدوا، لا تكون زايده ونحصلوا. هما عندنا كنديروا راه ما تزيدوا لا بطاطا لا لا والو. التقليه ما خصهاش تكون مالحه بزاف، الملوحه القياس ديالها وصافي. ردوا البال مع الملحه وباش نتفاداو اي حاجه. صافي نبقى نحركها مره هكا، قلت لكم واحد 10 دقائق ربع ساعه. نتوما واللي بغيتو مهم هو نشحروها شويه صافي، ونديروا المطايب كي قلت لكم، ونسدوا عليها ساعه ونص. ساعه ونص نسدوا عليها، ملي تبدا تصفر نقصوا شويه البوطه ونخليوها طيب. فلا كانت التقاليه صغيره راه غتلقاوها طابت، كانت شي تقاليه شويرفه ولوحوا معاها تميرات، يعني العظم ديال التمر ولا تمره كامله ماشي مشكل، واحد 2 حبات ولا 3 هكايا. فمن الاحسن من الخميره الكيماويه، اللهم التمر بعدا شي حاجه طبيعيه. صافي ملي كديروا التمره هكايا، الا كانت التقليه شارفه فدغيا كطيب. صافي هذاك التمر كيفتت الانسجه ديال الحاجه ديال اللحم هكايا ولا ديال التقليه ديال اي حاجه كتكون قاصحه، حتى من الدجاج لهذا الكروازي الا كان حتى هو كيشد الوقت بزاف راه تيلوحوا معاه التمر. هادشي اللي كاين. كي قلت لكم ساعه ونص، فانا هاد التقليه هادي خدات مني ساعه ونص. دازت ساعه ونص حليت عليها لقيتها تبارك الله طابت ولاصوص شربت. صافي زدتها حامضه. بغيتو تقطعوها بغيتو تخليوها صاينه، انا قسمتها على 2 حامضه بلديه، قسمتها على 2 ودرت تقريبا واحد نص رابعه ديال الزيتون. نص حامضه درتها هي الاولى، ورجعت سديت على التقليه واحد 10 دقائق هكاك. درت الحامضه 10 دقائق سديت عليها مع التقليه، عاد باش حليت عليها وزدت الزيتون هو اخر حاجه درتو، لحقاش هاد الزيتون الاحمر ماشي بحال الاخضر كيتكمش، الا درتوه كيطيب صافي كيتبدل ليه الشكل ديالو، كيعود خايب كيعود مكمش يبان شاعر بحال شي حاجه شارفه. المهم ما كيبقاش المنظر ديالو زوين. راه نتوما شفتوا تبارك الله كي جات ثقيله ومعلكه، وما قويتش فيها ليدام، خليت غير ليدام ديالها، درت شويه ديال زيت الروميه كيف ما شفتوا صافي. وما نقولش لكم جات اكثر من رائعه. بما ان التقليه ما كتكون فيها لا خضره لا والو، رافقتها بواحد شويه ديال الشلاضه الخس وفليفله وشويه الخيار مطيشه هكايا، شلاضه عاديه وصافي، وشويه الديسير. المهم هو الطبق ديالنا تقليه جا اكثر من رائع، بالاضافه ديال العطريه ديال اللحم وبهذاك شويه الزعفران. راه شويه الزعفران راه كيعطيوه. شتي ما تكونش كاع العطريه ديال اللحم، واحد شويه ديال الزعفران. فبشحال داير الزعفران؟ داير 30 درهم للغرام، وعا نص غرام جيبوا هذيك 15 درهم وحطوها عندكم اي حاجه.
كتحتاج هكايا هذيك الاضافه ديال الزعفران، يعني الدجاج اللحم مع شي زغيبات هكايا، راه كتعطي واحد الفرق شاسع ديال البنه وديال اللذه صراحه. ماشي ضروري الواحد يجيب كميه كثيره د الزعفران هذا ولا داك ولا تتكون شي مناسبه كبيره. فدابا مع الحال بارد فالزعفران زوين للبرد، فهو تيحارب البرد الزعفران، سيرتو الا درتوه مع واحد الفبريليداتاي هكايا. فكاين اللي مسكين العظام ديالو كيحس بهم تيتقرقبوا في هذا البرد والواحد خصو يحارب البرد كيف ما تيحارب العدو كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم الزعفران راه زوين لا في الطياب لا في اتاي لا في اي حاجه. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم، وسمحوا لي الا كنت كنغيب عليكم. ايوا تبارك الله عليكم، ما تنساوناش من لايكم والبارطاج وواحد التعليق زوين ومحفز. وهذه هي الشهوه اللي شاركت معكم اليوم. الى فيديو قادم ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال وخليتكم على خير. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، ولا يخطيكم. الى فيديو قادم، الى اللقاء.